فلمان بدائرة مجرات إقليم شيشاوا. يوم الأحد الماضي اشتد مخاض الولادة على فاطمة، فقصدت المركز الصحي لمجرات. هناك لم تجد آذانا صاغية ولا أبوابا مفتوحة، فاضطرت للولادة في الشارع بمساعدة إحدى المولدات من ساكنة المنطقة. مشيت مع 6، لحقت مجرات مع 7، دخلت تما جاني الوجع تنتوجع، وكاينه المراه معايا وجوج العيالات الاخرين، ما كاين حتى واحد. بدا يدقوا الباب، كلشي داروا على السبيطار، حتى واحد ما بغاش يحل. هما كاينين في السبيطار لداخل ما بغاوش يحلوا. جاني الوجع، ولت تمايا جلست ثاني مع 9:30 10 حتى 11 عاد حلوا السبيطار، عاد دخلت. السيده عار حشومه جات مشات تولد في السبيطار ديال مجات، وما لقات لا فرمليين لا الممرضات لا المولدات، ما كاين اللي يساندها، ما كاين اللي قبلها، ما كاين اللي يعطيها بالعنايات. هذا الشيء عار عيب علينا، هذا الشيء نسمعوه في اقليم شيشاوا. لم تتوجه فاطمة إلى دار الولادة القريبة لأنها لا توفر المداومة يومي السبت والأحد، وفضلت التوجه لمركز مجرات الصحي الذي يفترض أنه يشتغل طوال الأسبوع، لتفاجأ بما وقع. السكان بأسفلمان ومجرات يحتجون ويستنكرون ما تعرضت له فاطمة. هذه السيده اللي كتعرفوا بانها راه قطعت المسافه ديال 25 كيلومتر بانها تاخذ الاسعافات ديالها في داخل المستشفى وتولد داخل المستشفى. اذا به كتجي يوم الاحد وكتتفاجئ بان في غياب المولدات وفي غياب الحراسه الالزاميه داخل المستشفى، مما ادى به الى ولادتها يعني امام المستشفى، مما اثار حافظه ديال هاد السكان. رغم شهادة فاطمة وجيرانها والمجتمع المدني، وزارة الصحة في شخص المندوب الإقليمي تنفي الحادث جملة وتفصيلا، وتقول إن تحقيقا فتح في الموضوع. الطبيبه ولدتها يعني ماشي بقات على برا، يعني يكون بقات على برا ولدت على برا هكاك راه مظنين بان الجنين غيموت والسيده غتكون في حالها، ولكن الحمد لله كاينه الطبيبه ودارت يعني الوازم يعني الواجب اللازم ديالها. وكما قلت لكم الا تبين غنقوموا بالتحقيق، ونجينا نيت راه بحضانيه المندوب الجهوي غيكون تحقيق. الا تبين بان كاين اي واحد كاين تقصير غنقوموا باحالته على المجلس التاديبي ان شاء الله. وتستمر وقفات السكان الاحتجاجية ليس فقط دفاعا عن فاطمة ومثيلتها، ولكن أيضا للتنديد بغياب الأطر الطبية وسيارة الإسعاف. فهل من تدخل يرفع الإقصاء عن جماعة أسفلمان ويحول دون تكرار واقعة كهاته؟ ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وعلى خلفية هذا الحادث أكد اليوم في كلمة له في مستهل اجتماع مجلس الحكومة على ضرورة تمكين كافة المواطنين من ولوج المستشفيات العمومية، وأشار إلى أن وزير الصحة اتخذ الإجراءات اللازمة في حق من تسبب في وقوع هذا الحادث. نستمع لرئيس الحكومة. أريد أن أهنئ السيد وزير الصحة الذي اتخذ الإجراءات اللازمة في حق الأشخاص الذين تسببوا في هذا الحدث المؤسف. وأريد أن أذكر بأن هذا كان واحد من الإشكاليات الرئيسية التي تحدثت عنها قبل تعيين من قبل جلالة الملك، يعني في مجال الصحة ضمان الولوجية. صحيح هنالك مشاكل إدارية، هنالك مشاكل أداء، هنالك مشاكل كثيرة، ولكن يجب أن يكون مضمونا للمواطن أن يلج المستشفى. المسائل الأخرى ندبرها فيما بعد. يمكن أن ندبر الوثائق الإدارية، ويمكن أن ندبر الأداء، ويمكن أن وليس من المقبول يعني في دولة كالمغرب أن يكون هذا الأمر. في الصفحة الرياضية تنظم الجامعة الملكية